السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحباء وأصدقائي في كل مكان، أحباء ملعب الهداف، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات ملعب الهداف مع أخوكم في الله محمد الصيفي. هنخش في الموضوع على طول، بس قبل ما نخش في الموضوع عن مباراة الزمالك وبيراميدز، انزل دلوقتي اشترك في القناة وفعل الجرس وقول لي رأيك في كومنت لو سمحت، كومنت عشان أعرف رأيك في الكلام اللي قلته، عجبك أو مش عجبك وبقول كلام حقيقي فعلا ولا لأ. فيلا هنبدأ الموضوع. الزمالك بيبدأ المباراة بسم الله ما شاء الله، كسبان في اول 5 دقايق 1-0. المباراة بتتسهل، اوفر بيترفع من احمد سيد زيزو على المقاس على دماغ حسام عبد المجيد اللي بيحطها، ولا احسن راس حربة في نادي الزمالك. بعدها على طول ب5 دقايق اطرد علي جبر، برج من ابراج بيراميدز اللي بيقدر ان هو يطلع كور زي اللي جابها عبد المجيد، واللي كان واقف مع عبد المجيد بس كان في ظهره بمتر وما خدش باله من حسام عبد المجيد. بعدها على طول بيطلع افضل لاعب في خط النص، يبقى افضل لاعب في خط الظهر ثم افضل لاعب في خط النص، وانت كسبان 1-0. الزمالك كسبان 1-0، الزمالك مستحوذ ب 60-40، 60-40 الشوط الاولاني، تمام. فالمفروض المباراه تتسهل على الزمالك، بيخرج افضل لاعب في خط النص وافضل لاعب في خط الظهر. الطبيعي يحصل ايه؟ يحصل بقى ان انا اسحب باك وانزل راس حربه، ما دام الشوط الاولاني طلع بنتيجه 1-0 والزمالك ما قدرش يجيب هدف تاني. طبيعي ان اعمل ايه؟ طلع الباك وانزل راس حربه. لا، ده طلع باك ونزل باك. قلنا ماشي، يمكن عنده فكر عايز يعمله، لقينا ان مفيش اي فكر. شويه وراح منزل شيكابالا ومنزل لي الكينيولا، ولا الهوا، ولا ده لمس كرة عدلة، ولا ده عمل إضافة للفرقة. الزمالك عقيم في الهجوم، الجزيري غطاس. أنا بقول كلمة حق، ما تزعلوش مني. الجزيري غطاس، لبس الراجل في ضربة جزاء، لبس الراجل قصدي في الطرد، وهو أصلا كان عليه فاول، والبنا كان هيتحاكم وكان هيحصل معاه مجزرة بعد المباراة دي لو الزمالك صعد بعد الكرة بتاعت الجزيري اللي اتطرد فيها علي جبر، لان كان عليه فاول الاول، ضارب احمد سامي في صدره، كتف في صدر مش كتف في كتف، زي اللي عملها الروج مع حسام عبد المجيد، والبنا للاسف حسبها فاول رغم ان الراجل كان كتف في كتف. ماشي، فاحنا مش هنتكلم في الكلام ده، لان زي ما قلت لكم كده الناس بتاخد الكلام بالمشقلب وتقول لك اصل انت جاي على الزمالك وجاي على، لا، الزمالك وحش، الزمالك ما يستحقش يكسب، صدقوني. الزمالك وحش، انتوا اللي عندكم فرود بيخلص، ولا عندكم راجل دلوقتي زي ما بيقولوا كده احمد سيد زيزو او احمد سيد فيزو بقى، معلش بالكره اللي لعبها دي كده، يعني برعونه جامده جدا. انت داخل بتلعب كوره، ده مش دوره رمضانيه يا حبيبي وهتكسب تيشرتين وبنطلون، ده كاس مصر، والمباراه القادمه هتلاقي يا سموحه يا اهلي. فالطبيعي ان انت عايز بطوله، لان انت عارف ان السنه دي احتمال كبير الدوري بعيد عنك، فعلى الاقل خد يا عم الكاس. فيخش يحطها تشيب باص، واحمد الشناوي يجيبها وهو نايم على الارض، معنى كده ان انت لعبها برعونه شديده. يخش شيكابالا في الاخر يطلع كوره من رجليه قد كده اهو، قد كده اهو. انت لو شطها في نص الجون شوطه زي اللي بتشوطها كده في الشناوي لما بتيجي تجيب هدف في الاهلي ولا حاجه، بعصبيه كده وبنرفزه، كانت جت احسن من كده. فالزمالك اللي خسرهم النهارده فريرة ثم اللعيبه ورعونه اللعيبه. ما تزعلوش، ربنا معاكم وربنا معانا في النادي الاهلي ومع اللعيبه اللي زي حسين الشحات وزي قفشه وزي برونو سافيو وشادي حسين ومحمد شريف. الخمس لعيبه اللي انا بقولهم دولت فيهم لعيبه يعني ممكن تكون هيبقى فيها رمق بعد كده، وفي لعيبه تانية ما تستحقش تكون في نادي في النادي الاهلي، زي ما في النادي الزمالك لعيبه ما تستحقش تكون في نادي الزمالك. ده اختصارا اللي انا شايفه النهارده. بيراميدز يستحق الفوز ويستحق يصعد للنهائي. ليه؟ لان اولا اتظلم في الطرد زي ما اتفقنا، اتظلم في كره احمد فتحي اللي كانت في صدره ما جاتش في ايديه، ورغم كده ما استناش حتى يكمل الهجمه ويشوفها بعد كده في الفار، او الفار يقول له في ايده او مش في ايده، لا ده صفر، وكانت كوره هتنهي مباراه لان الراجل هيلعبها بالعرض وتتحط جول. يعني كان كورتين، لو الزمالك كسب يا بنا انت كنت هتتحاسب حساب الملكين. كلاتنبرج كان هيوقفك، انت من افضل الحكام في مصر، ولكن قدام الزمالك او مباراه الزمالك علامه استفهام كبيره قوي يا بنا، علامه استفهام كبيره. النهارده في كوره رمضان صبحي بعد الطرد
اللي اتطردوا علي جبر، رمضان صبحي بيمرقص في 3 عند السوكه بتاعت الكورنر بتاعت نادي الزمالك، وبيعدي الكوره كده يروح اخوه حبيبه في منتخب الاولمبي يروح قصه كده من ورا امام عاشور، ما طلعلوش كارت. ما طلعش كارت الامام عاشور، ما يقدرش يطلع كارت لعيبه نادي الزمالك. ليه يا كابتن؟ يعني ليه؟ شده بطرد وضربه زي دي من ورا مقص خلفي، مفيهوش اي حاجه، مفيهوش اي حاجه. معلش، الحمد لله على كل حال، مبروك لنادي بيراميدز، هارد لك نادي الزمالك، بس صدقوني بيراميدز يستحق الفوز، مش عشان انا اهلاوي، والله بقول كلمه حق. في لعيبه في نادي الزمالك ما تستحقش تلبس تيشيرت نادي الزمالك، ويا ريت بقى اكينيولا ده تعملوا هاشتاج كده امشي يا اكينيولا، عشان ده ما لمس كورتين حتى يحسسوني ان هو لعيب كوره من ساعه ما جه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.